ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل القطايف باسهل واحسن طريقة ممكن تجربوها. طرية واحسن بكتير من اللي بنشتريها من بره، وطبعا انضف. شايفين شكلها عامل ازاي وطرية جدا. وعايزة اقول لكم يعني ما بتاخدش اي وقت، وسهلة جدا وسريعة ومكوناتها في البيت. يلا نشوف الطريقة ونشوف المقادير مع بعض. بس ما تنسوش لو اول مرة تشوفوني تدعموني وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. في الخلاط عندي هنا 3 كوبايات مية تكون دافية شوية، مش سخنة، عايزينها يعني يدوب فترة كده. هضيف عليهم معلقة صغيرة ممسوحة خميرة، معلقتين كبار سكر، ومعلقة صغيرة ممسوحة بيكنج باودر. يبقى معلقتين سكر كبار، معلقة صغيرة خميرة ممسوحة، معلقة صغيرة بيكنج باودر ممسوحة. بعد كده هضيف عليهم كوبايتين من دقيق متعدد الاستخدامات نخلاه كويس، وعليهم نص كوباية من دقيق السميد الناعم اللي هو دقيق البسبوسة الناعم، ورشة ملح. السميد لازم يكون ناعم مش خشن. وبضربهم كويس في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده. لازم الخليط يبقى معايا سايل بالشكل ده، وفي نفس الوقت لما بقلبه بالمعلقة بيسيب علامة كده في المعلقة. هو ده القوام المظبوط. اهم حاجة نصفيه كويس ونسيبه يستريح 10 دقايق ربع ساعة بالكتير. بعد كده الطاسة بتاعتي لازم تكون سخنة جدا جدا، على نار متوسطة مايلة للعالي شوية. بحط كده زي ما انتوا شايفين بتبدأ بقى ان هي تستوي معايا بالشكل ده. اول ما اللون الابيض اللي فوق يختفي كده بتكون استوت معايا. ممكن تعملوا بقى الحجم اللي انتوا عايزينه، انا مقربه لكم علشان تشوفوا بتستوي ازاي. اول ما اللون الابيض من فوق يختفي بنبدأ ان احنا نشيلها على طول. ولازم نفردها على فوطة مطبخ، نسيبها تتهوى شوية، وبعد كده نغطيها علشان تفضل محتفظة بالطراوة بتاعتها. ما نغطيهاش على طول اول ما تطلع من الطاسة علشان ما تعجنش معايا. لازم نفردها الاول على فوطة مطبخ، وبعد كده نغطيها علشان تفضل محتفظة بالطراوة بتاعتها. شايفين انا حبيت النهاردة ان انا اعمل الحجم الكبير. شايفين شكلها عامل ازاي؟ وعايزة اقول لكم دقيق السميد بيديها طراوة وملمس حلو جدا. زي ما انتوا شايفين كده سميد ناعم، سميد البسبوسة. هنبدأ بقى ان احنا نحشيها. ممكن تحشوها اي حشوة انتوا عايزينها. انا حشيتها النهاردة حشوة تقليدية جدا، سوداني على زبيب على جوز هند، معلقة صغيرة ممسوحة سكر، ورشة قرفة. القرفة بتديها طعم حلو جدا. ببدأ ان انا احشيها بالشكل ده كده وبقفلها. عايزة اقول لكم بتتقفل بمنتهى السهولة، يعني مختلفة خالص عن اللي احنا بنشتريها من بره. زي ما انتوا شايفين كده بتتقفل بمنتهى السهولة. ممكن نحشيها جبنة كريمي او ممكن نحشيها لبنة، بيبقى طعمهم حلو جدا. ممكن نحشيهم كريمة اللي هي الكريمة الكدابة اللي بنعملها. شايفين بقى طعمها تحفة جدا وطرية مش ناشفة خالص زي ما انتوا شايفين كده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ والحشوة يا جماعة لازم تجربوها، دي الحشوة التقليدية خالص اللي احنا بنعملها. هستناكوا بقى تجربوها وتقولوا لي رأيكم. ما تنسوش لو عجبتكم الوصفة تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.